التعاون الدولي المصري ونظيرها القطري خالد بن محمد العطية، والتي أكدت أبو النجا فيها أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات واستثمارات قطرية جديدة في مصر بما يقرب من 10 مليارات دولار، ذلك إلى جانب الاستثمارات الموجودة بالفعل. ومعي الآن أحمد الجمال. أستاذ أحمد. نعم تفضل. نعم ضحى، رحب خبراء ملاحيون بالفعل بالأمس بتصريحات مشتركة بين فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصري ونظيرها القطري خالد العطية، والتي أكدت خلالها أبو النجا أنه تم الاتفاق بالفعل على تنفيذ مشروعات واستثمارات قطرية جديدة تدخل في إطار 10 مليارات دولار نصف بجانب الاستثمارات الموجودة حاليا، والتي تضمنها اجتماع اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة الذي عقد أمس السبت برئاسة وزير التعاون الدولي المصري والقطري بسبب بحث ضخ 6 مليارات دولار بمنطقة شرق بورسعيد. وأيضا الخبراء الملاحيون حذروا من البدء في تنفيذ أي مشروع بشرق بورسعيد قبل الانتهاء من تنفيذ المخطط العام للبناء المحوري بشرق بورسعيد، والذي يعمل فيه حتى الآن محطة وحيدة للحاويات لصالح مستثمر دنماركي يحتكر نشاط الحاويات منذ أن افتتحه الرئيس السابق وكان يرأس مجلس إدارة الشركة إبراهيم كامل رجل الحزب الوطني المنحل المعروف، والذي اتهم في موقعة الجمل الشهيرة أثناء أحداث ثورة يناير. كما ساهم بالشركة الأجنبية وزيران سابقان بحكومة نظيف، وده كان محل جدل كبير خلال الفترة السابقة، هما محمد منصور وزير النقل وأحمد مغربي وزير الإسكان السابقين، اللذان ساهما بشكل كبير في تعطيل تطوير محطات الحاويات الوطنية المصرية لإفتاح المجال للشركة الأجنبية. كما أكد الخبراء أيضا ضرورة تنفيذ القناة الجانبية بشرق بورسعيد كأول مشروع بالمنطقة، حيث حتى يتاح دخول وخروج كم السفن الكبير الذي ينتظره بناء شرق بورسعيد بعد أن يصبح بناء حقيقي متعدد المحطات مثل الصب الجاف والسائل وتموين السفن والتخزين. كما أشاروا إلى أن مشروع شرق بورسعيد من المشروعات الواعدة التي من السهل جدا أن تقود خاطرة التنمية بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك أيضا وفقا لتقديرات وتقارير المتخصصين في البنك الدولي. كما يذكر ضحى كما هو معروف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر الشقيقة في النصف الأول من عام 2010 بلغ 173.5 مليون دولار، ويبلغ حجم الصادرات المصرية لقطر 146.1 مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار للواردات في النصف الأول من عام 2010. كما يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي متابعة لنتائج الزيارة الناجحة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر الشقيقة في أبريل الماضي، كذلك الزيارة الهامة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني إلى القاهرة في بداية شهر مايو الجاري، ومباحثة القمة التي أجراها مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وما تم الاتفاق عليه من آليات لدعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وفي مختلف مجالات ودفع زيادة الاستثمارات القطرية في مصر. نعم أحمد، هناك أيضا خبر جديد من بورسعيد، حيث نظم أهالي ضحايا أتوبيس الموت بشركة كهرباء بورسعيد وقفة احتجاجية، وقاموا بمنع الموظفين من الدخول والتهديد بالاعتصام لحين الحصول على حقوقهم ومحاسبة المتسببين في الحادث. أحمد، ما هي آخر التطورات في الموقف الآن أمام شركة الكهرباء؟ نعم ضحى، في 8 من صباح اليوم أقام أهالي الضحايا الخمسة بشركة كهرباء القناة فرع بورسعيد والمصابون في حادث أحد أتوبيسات الشركة الاحتجاجية أمام مبنى مديرية الكهرباء للمطالبة بحقوقهم وإعادة فتح ملف القضية ومحاسبة المتسببين الحقيقيين عن الحادث أحد وصفهم. طبعا المحتجون صباح اليوم منعوا عمال وموظفي الشركة من الدخول إلى عملهم وهددوا بالاعتصام المفتوح حتى تتحقق مطالبهم، ولم يسمحوا بفتح بوابة الشركة إلا بعد تدخل أحد قيادات القوات المسلحة بالمحافظة الذي بدأ معهم حوارا حول مطالبهم واستمع إليهم ووعدهم بعرض الحقوق. هذا الحادث
ترجع وقائعه إلى 16 من أبريل الماضي، حين تلقت غرفة العمليات محافظة بورسعيد وصول 5 جثث و11 مصاب إلى مستشفى آل سليمان إثر حادث انقلاب أتوبيس في شرق بورسعيد. ودي كانت إحدى العمليات اللي بتقوم بها شركة الكهرباء في شرق بورسعيد، وتبين أنه أتوبيس تابع للشركة القابضة لنقل الكهرباء فرع بورسعيد، وانقلب أثناء عودته من مهمة عمل لم تتم بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد أن اختلت عجلة أرسلات أثر المصنع 5، وطبعا أسمائهم موجودة قدام يعني في الفيديو. نعم، نحن الآن نعرض صور للضحايا وصور أيضا للأهالي وصور للأتوبيس يعني الذي كانت في هذه الحادثة. ولكن السؤال أحمد، هل هناك أي تسوية في الموقف مع أهالي الضحايا؟ نعم، هو اليوم يكاد يكون وصل يعني احد قيادات القوات المسلحه في بورسعيد يكاد يكون وصل مع المسؤولين باعاده النظر في حقوق العاملين، حقوق اهالي المصابين والمتوفين، والامور الى حد ما هدأت، ولكن ما زالوا يجرون اتصالات بنا على انهم لم تتحقق حاجة يعني تشفي دليلهم مما حدث في الشركة من صدور أوامر لسيارات متهالكة تماما أن تقوم بعمليات خارج بورسعيد. نعم، أيضا جاءنا من بورسعيد أحمد أن اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد قال أنه تم توفير 10 سيارات قتالية مجهزة تجوب أنحاء المدينة، فما هو الموضوع؟ بالفعل ضحى في اتصال تليفوني صباح اليوم مع اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد أكد أنه تم توفير 10 سيارات أو أكثر يطلق عليها سيارات قتالية مجهزة تجوب أنحاء مدينة بورسعيد بدوريات أمنية ومجهزة في أحياء المدينة كلها، وذلك من أجل التصدي لأعمال بلطجة وملاحقة الخارجين عن القانون. كما وعد مدير الأمن بزيادة الدوريات الأمنية واستمرارها على مدار الساعة في جميع أنحاء المحافظة. أحمد، ما هي دواعي تعزيز القوات الأمنية الموجودة بقوات مثل هذه؟ بالطبع يعني كما هو معلوم أن بورسعيد عبارة عن مدينة حرة، وذلك يميزها عن بقية المحافظات الأخرى، ولها منافذ جمركية، ومن مصلحة بعض البلطجية الخروج بكميات كبيرة من البضائع المستوردة داخل بورسعيد خارجها، وهذا الأمر يفتح المنافذ لدخول وخروج غير البورسعيدية بشكل كبير، خاصة في أحداث الثورة، وهم غرباء على المدينة ويتفاعلون بشكل أو بآخر مع التجار ومع محلات الصاغة ومع يعني كل المحلات في المناطق المهمة والحيوية في بورسعيد، مما أدى إلى عمليات سرقة وبلطجة في الفترة الأخيرة، ولكنها أصبحت أكثر هدوءا وأكثر استقرارا يعني حقيقة بدون مجاملة مع الوقت الروبي أكثر أمانا من الفترة السابقة. كانت فترة بالفعل عنيفة، ولم يكن ذلك على بورسعيد على وجه الخصوص، ولكن على مستوى محافظات مصر، ولكن في بورسعيد كانت أكثر للسبب الذي قلت لك عليه، وهي أن بورسعيد محددة المنافذ الجمركية وتخرج منها البضاعة، يخرجون منها البضاعة البلطجية بشكل أو بآخر، وعدم سداد الرسوم الجمركية، وده بيضاعف ثمنها طبعا لما تخرج بره بورسعيد، وده كان السبب الرئيسي وراء وجودهم في بورسعيد بشكل مكثف. الصحفي أحمد جمال، أشكرك شكرا جزيلا. ومن بورسعيد إلى المنيا، تمكنت إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية تموين المحافظة من ضبط طن سولار قبل بيعها